كلنا بنغلط وكلنا بنخسر، بس الحقيقة اللي محدش قالها لنا إن الغلطة مش هي نهاية العالم. الغلطة هي بداية جديدة، لكن لو عرفنا نستغلها صح. الناس ما بتثقش في اللي ما بيغلطش، لأن الشخص اللي بيغلط هو بيتعلم وبيقدر يشارك تجربته بكل ثقة، لأن هو عارف الدرس اللي طلع بيه. الغلطة اللي بتشاركها بذكاء بتتحول لدرس مجاني، وده بيعلي قيمتك كخبير. مش شرط كخبير عام في مجال الأعمال، لكن خبير في الحتة اللي انت فاهم فيها. فتعلم تحول خسارتك لخبرة تتباع. علشان تجرب تطبق ده، جرب تحول الغلطة اللي انت بتتعلمها لدرس كبير. جرب تعمل تحليل ما بعد الخطأ، اكتب الغلط اللي حصل لك، وبعد كده اكتب 3 أسباب حقيقية أدت للغلط ده، أسباب حقيقية مش أعذار أو مبررات. بعد كده اكتب 3 إجراءات وقائية هتمنع تكرار، وشارك ال3 إجراءات الوقائية دول مع الجمهور بتاعك لو انت بتكتب على السوشيال ميديا أو مع الدايرة المحيطة بيك المهتمة بنفس مجالك. لو محتاج تتعلم أكتر عن ازاي تحول الغلطة بتاعتك لدرس الناس تقدر تدفع علشانه، وازاي تحقق كل ده بذكاء وثقة، ممكن دلوقتي تبدأ كل ده مع المنتور بتاعك، لأن وجود المنتور بيساعدك تحط استراتيجية ناجحة تساعدك تشارك خبرتك وغلطاتك بالشكل اللي يخدم وجودك أو براند خاص بيك. ولو محتاج منتور يكمل معاك الطريق ده، ابعت رسالة دلوقتي. ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات أو ابعتولي رسالة وهرد عليكم.